أصبحت هذه البلاد وعموم الجزيرة العربية أرضا قاحلة بالكاد تجد فيها زرعا أو ضرعا. كان سكان هذه البلاد يتضورون جوعا، اللهم إلا شيء من لبن النوق وشيء يسير مما تنتجه ثمرة النخل. كانوا أهل الشمال منهم والوسطى ينزعون إلى تخوم الشام وإلى عراق الرافدين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وكان أهل الجنوب يعبرون البحر إلى شرق إفريقيا، إلى السودان، إلى الصومال، إلى إريتريا، يتكسبون ويتطلبون فضل الله تعالى، وبعض منهم إلى اليمن. وأهل الحجاز كانوا ينتظرون الحاج حتى يبيعوا منه ويبتاعوا. هكذا كان حال الجزيرة إلى خمسينيات القرن الماضي، حين أذن الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بين فرث الأرض ورملها ذهب أسود يحيل ملح الماء عذبا فراتا، ويحيل وجه الحياة الكالح إلى ألوان زاهية. ظهر في الناس ما يعرف بالطفرة. إحدى إفرازات هذه الطفرة أن تقوم البلاد باستقدام أعداد هائلة من العمالة ليقوموا بالخدمة والاقتيات، وهكذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى. ومن إفرازات هذه الطفرة ظهور مصطلح جديد بمعنى جديد، ألا وهو مصطلح الكفيل. من هو الكفيل؟ وما هو المكفول؟ من هو الكفيل ومن هو المكفول؟ وما هي العلاقة الضابطة بينهما؟ الكفيل ببساطة أيها الإخوة واختصار شخص ولاه الله عز وجل شخصا آخر، لا ينتقل إلا بإذنه، لا يطعم ولا يشرب إلا بإذنه، هو تحت إمرته. إذن القضية مسؤولية وأمانة عظيمة جد عظيمة. لو عرضت على السماوات الفسيحة، لو عرضت على الأرض الممتدة، لو عرضت على مشمخرات الجبال لنأت عنها وفرت وتطامنت وتصغرت. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن هذا الكيان، أعني كيان الكفيل، كيان مسؤولية وأمانة عظيمة أمام مكفول لا يملك من نفسه حولا ولا طولا، ولا يملك أمرا ولا نهيا. ويا للعجب، يبقى هذا المغترب البعيد الذي جاء ليقتات تحت إمرة هذا الكفيل الذي يعتريه ما يعتري الإنسان. أليس الكفيل يقبل ويدبر ويغضب ويفرح ويترح ويحزن ويألم ويجوع، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعتريه ما يعتري البشر؟ نعم، مع ذلك يبقى مقدر هذا الإنسان رهنا بهذا الكفيل الذي يعتريه ما يعتريه. هذا الكفيل مع عشرات النصوص التي تأمر بالعدل والإحسان يبقى نص لو قرأه آحادنا وكلنا كفيل على وجه الحقيقة. الأب كفيل على أبنائه، الكفيل كفيل على مكفوله، رب العمل كفيل على من تحته، الزوج كفيل على زوجته. يبقى أمام هذا الحديث العظيم الذي تجف له الركب، حديث معقل بن يسار الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الكفيل أمام نصوص العدل والإحسان الآمرة بإقامة القسط والعدل، وأمام هذا الحديث العظيم، فما بال المكفول؟ المكفول شخص مخر عباب الماء وشق عنان السماء وخب السير خبا، ترك أهله وولده وجاء ليقتات وليضرب في الأرض وليكتسب. هذا حال الأكثر، وإلا فثمة شذاذ لهم مآرب أخرى، والعبرة بالغالب والشاذ والنادر لا حكم له. هذا المكفول ربما كان أمام مفترق طرق، عنده خيارات:
أن يغترب إلى بلاد غربية أو أخرى شرقية، لكنه اختار هذا البلد ليجمع الفضيلتين وليكون دائرا بين الحسنيين، بين العمل والقرب من الحرمين، حرم مكة ومسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء المكفولون؟ من هم هؤلاء العمالة؟ ما رتبتهم؟ ما واجبهم؟ أي حق حقهم وأي مستحق مستحقهم؟ المكفولون والعمالة يا سادة باختصار في مهنة الأنبياء ووظيفة الرسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. في صحيح الإمام مسلم قال ابن عباس: كان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان إبراهيم ولوط زارعين أو زراعين، وكان صالح تاجرا، وكان داود زردارا أي حدادا يزرد الدروع، وكان موسى وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم رعاة، وكان زكريا نجارا. إذن هم في مهنة الأنبياء يبنون مقدرات الوطن، يضعون لبناته، يصبرون على حر شمسه ولأواء صحرائه حتى يوفروا الخدمات لهم ولغيرهم. المكفولون في سبيل الله تعالى شأنهم كشأن المجاهد في سبيل الله. صح عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام من حديث أنس أنه مر بالنبي رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. أخرجه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني. هل نظرتنا إلى العمالة نظرة الخارجين في سبيل الله الذين تحسب لهم الدقائق والثواني ما داموا قد خرجوا واغتربوا وتركوا الأهل والمال والمهجة والنفس من أجل أن يطعموا وأن يكفوا أبناءهم وأن يقوا حر وجوههم؟ يا سادة، إخوة لا عبيد، أجراء لا أرقاء، عمال لا مملوكون. قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم تحت أيديكم، جعل الله أمرهم إليكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق. هؤلاء المكفولون الضعفاء فقراء أخرجهم الفقر والعوز والحاجة، وإلا فما ضريبة تركهم لأبنائهم الذين يمكثون بين ظهرانينا 10 سنوات